أهلا وسهلا. شفتوا العنوان؟ الأسد يظهر في مدينة القنيطرة ومنطقة الغرب، بالضبط غابة المعمورة. عنوان غريب شوية ولكن ما غريبش أسيدي. كنقول لكم وكنأكد لكم بأن هذا العنوان هو صحيح 100%. قبل ما أنني ندخل في التفاصيل وأنني نعطيكم واحد المعطيات اللي هي مهمة، كنطلب منكم أنكم تشتركوا في القناة والإعجاب ودعم هذه القناة. الأسد في المغرب الآن عليه واحد النقاش، واش بصح الأسد مازال في خنيفرة والناس كتراقب والناس كدير الدوريات باش أنها تبحث على الأثر ديالو، اللي في الوقت اللي ارتبط الأسد بالأطلس لدرجة أن منتخبنا الكروي يسمى بأسود الأطلس. أسود الأطلس هو المنتخب المغربي، لكن في الواقع تاريخيا أن الأسد كان في كثير من المناطق المغربية، لكن مع الاستعمار الروماني، المنطقة التي كانت المغرب محتلة من طرف الرومان، قاموا بأخذ وبترحيل العديد من الأسود إلى روما، لأنهم كانوا يصارعونها في تلك الحلبات المعروفة، تلك الحلبات التي كانت فيها مصارعة الأسود تحظى بشغف كبير، مثل الشغف الذي تحظى به كرة القدم حاليا. ومن ثم فإن الأسد هو كان في عديد من مناطق المغرب. الآن الأسد هو مرتبط في ذهنية المغاربة بالأطلس، لدرجة أن إفران منحوت فيها واحد الأسد هو الأسد الذي نحتته فرنسا. بالتالي هي كرسات هذا الفهم ديال أن الأسد مرتبط بالجبل. حتى هذوك الأسود اللي كانوا في الجبل الأغلب كيقول بأنهم انقرضوا، لكن الآن واحد النقاش حول وجودهم وحول إمكانية وجود ربما عدد قليل من الأسود في منطقة الأطلس وبالضبط خنيفرة. القليل من المغاربة كيعرف كما قلت بأنه كان أخطر الأسود وأشرس الأسود ماشي في إفران وماشي في خنيفرة وماشي في الأطلس، بل كان في منطقة الغرب وفي القنيطرة. في القرن الخمسطاش واحد الرحالة المعروف باسم ليون الإفريقي، أو الاسم العربي ديالو معروف بالحسن بن محمد الوزان الفاسي. هاد الرحالة بالضبط كيجيبنا واحد المؤلف اللي هو شهير، واحد الكتاب اللي هو شهير سميتو وصف إفريقيا. هاد وصف إفريقيا تقصد به وصف المغرب، لأنه أعطانا وصف العديد من الأماكن في المغرب. هذا الوصف بالضبط كيعطينا واحد الفقرة اللي جات في الصفحة 166، كيعطينا وصف المعمورة. شنو كيقول لنا في هذه المعمورة؟ كيقول لنا فيها بأنه كان فيها واحد الأسد، وهو واحد الأسد شرس جدا، وهذا الأسد اللي كانت معروفة به هذه المنطقة الذي كان هو الحارس هذه المنطقة، وكيمنع مرور العديد من الرحالة أو العديد من المارين لنقل حول أو داخل تلك المنطقة. بالتالي هاد الشراسة ديال هذا الأسد كان في منطقة الغرب وبالضبط في غابة المعمورة. شنو تيقول لنا؟ نسمعوا شنو تيقول لنا حسن الوزان ونرجعوا نناقشوا. تيقول لنا، تيهضر لنا بعد على البلوط القنيطرة، كيهضروا على قنيطرة. المدينة غاب بها أشجار باسقة تثمر بلوطا طويلا غليظا بحجم برقوق دمشق. هذا البلوط أرق قليلا من الكستناء وأحلى منه مذاقا وأكثر نعومة. الله، اللي يذوق البلوط ديال القنيطرة كيعرف أن هذا السيد راه كيهضر بالصح، عنده الصح. وقد اعتاد الأعراب المجاورون لهذه الغابة أن يحملوا منه كميات عظيمة على جمالهم إلى فاس ويحققوا بذلك الربح الوفير. كان من قنيطرة كيديوه لفاس، كيقول لك فاس حاكمة العالم. تاش من فاس حاكمة العالم؟ ترى قنيطرة، كاينه قنيطرة حلالة، كانش يقولوا حلالة ديك الساعة، لكن خطر الأسود فيها عظيم. شي سمعوا مزيان شنو يقول خور على هذه الأسود. وكثيرا ما تفترس الدواب والناس الذين لم يعتادوها، كطحن كلشي يا ربي السلامة، لأنها أكثر أسود إفريقيا ضراوة. هذه نعاودها، لأنها أكثر أسود إفريقيا ضراوة. واعرة ما تعاتقش، ترى الناس من بكري مزاقينش. شتو هاد المقتطف ديال حسن الوزان كيأكد بأن كان الأسود وأسود خطيرة في هذه المنطقة. إذا هنا كان واحد التعريف بجزء من تراثنا وجزء من ثقافتنا، بالخصوص التراث والثقافة الغربوية التي نعتز بها حنايا غرباوة والناس ديال قنيطرة. السلام عليكم.